الناس اللي تسأل هل ينفع انك تيجي روسيا شغل؟ عشان تكونوا فاهمين، روسيا ما هي الامارات ولا الكويت ولا السعوديه. يعني زي ما تقولوا ما ينفع انك تيجي تروح انت فاهم اللغه حقهم، تفهم عربي زيهم، حتتكلم حط اشتغل، حتشتغل حمال، حتشتغل شيال، حتسوي اي شيء. الوضع في روسيا لا، انت حتروح دوله ثانيه، دوله اجنبيه، دوله ما انت عارف لغتها اصلا ايش. فلازم حتى اذا كنت واحد يقول لك والله مهند انا ناوي اجي روسيا شغل، ما في شيء هذا. جاي روسيا شغل، جاي تتعلم، جاي تسوي، اللغة شيء أساسي. لازم تتعلم لغة روسية أول، بعدين تشتغل، تتعلم، تسوي أي شيء تبغاه. حتى لو كنت حمال تحمل، تشيل، تودي، تحط، لازم تكون عندك لغة. ممكن واحد مثلا تيجي بعد سنة زي الأهبل كذا قاعد زي الغبي، والناس يضحكوا عليك، يوقعوك عقد أصلا ما أنت عارف إيش مكتوب فيه. فنصيحة لكل واحد، حتى لو تيجي تبغى روسيا، تبغى تشتغل، تبغى تسوي اي شيء، لازم تتعلم لغة. تعلم لغة البلد اول شيء، بعدين سوي اللي تبغاه. في ناس كثير اللي يقول لك ما في شغل في روسيا، والله العظيم كذاب. واللي يقول لك تلقى الشغل مرمى في الشارع، والله العظيم كذاب. الشغل موجود. اعرف ناس كثير اصحابي شغالين، اعرف ناس اللي شغال في بقاله، اللي شغال في اشياء كثير، بس يباك تجتهد، يباك تدور. العمل موجود. اهم شيء عامل اللغه هو مهم، عشان اول مره تتكلم مع الناس، تضبط وضعك، تعرف تدور شغل، تعرف تتعامل مع الناس. فموضوع اللغه مره مهم. تعلم لغه وسوي اللي تبغاه. فاذا تبغى تيجي روسيا شغل، تقدر انك تيجي شغل عادي، بس لازم انك تتعلم لغه البلد اول، وتضبط لغه البلد اول، بعدين تشتغل. تعال ادرس سنه لغه، بعدها اشتغل، زوج، ادرس، افتح شركه، افتح مطعم، افتح اللي تبغاه. بس تعال اهم شيء تعلم لغه وضبط وضعك، بعدين سوي اللي تبغاه. دائما زي ما نقول، اللي يحب نساعده، نحب نسجل له في جامعه لغه، نحب ندور له على شيء معين، دائما احط لكم رقمي الواتس، كلموني وباذن الله احاول اساعدكم قد ما اقدر. وبالتوفيق.